وأحمد الله رب العالمين إليكم، وأصلي وأسلم معكم على سيد الأولين والآخرين وإمام المجاهدين والصادقين سيدنا محمد حامل لوائنا وقائد ركبنا وإمام جمعنا، وعلى آله وصحبه وسلم. يعني استكمالا وتتمة لما وقفنا عليه في الحلقة الماضية، وقبل أن يستيقظ الشيطان العزول اللي قاعد لي في السكة ده، الغرض عايز أقول لكم يعني أجيب من الآخر قبل ما أكمل. بيقول الكاتب يعني في كتاب اللي عايز القس الإنجيل المعروف بيلي جراهام بيردو، ده ابن جراهام نفسه اللي أنا قلت لكم عليه، في مواعظه اللي نقلتها شبكة التلفزيون الأمريكي، بيقول إن العالم، الكلام ده بيقوله في 1970 قبل ما هرجع لكم اللي هي 2000 والكلام. في 1970 هذا القس قال في مواعظه، إحدى مواعظه، إن العالم يتحرك بسرعة كبيرة نحو هرمجدون، وده سيناريو هرمجدون يعني جبل في بيزعموا يعني ان هو هناك هيكون في جزيرة نسبة الى مواقع المجزرة في سهل مجده لازقة بين الغربية. بيقولوا في هذه المجزرة هتستعمل أسلحة مدمرة كيماوية ونووية، ويقتل فيها مئات الآلاف من المهاجمين ومن اليهود معا. فبيقول يعني احنا بنجري دلوقتي نحو هرمجدون، وان الجيل الحالي من الشباب قد يكون اخر جيل في التاريخ. ده عملين يعني. هذا القس هو الذي ادى صلاة الاحتفال باداء القسم للرئيس بيل كلينتون لدى تسلمه سلطاته رئيسا للولايات المتحدة. فعارفين كلينتون بتاع مين؟ بتاع مونيكا. انت هتسيبني ليه بس؟ حد يشيلها عني. الواد ده اللي اسمه القس جراهام، ابن جراهام اللي هو بيلي، هو اللي اقام صلاة الاحتفال باداء القسم للرئيس بيل كلينتون لدى تسلمه سلطاته رئيس الولايات المتحدة الامريكية في عام 92. ثم ان الرئيس بقى جورج بوش الاب اقسم اليمين، يمين التولي يعني، امام القس جراهام الاب الذي اعلن بعد 11 سبتمبر 2001 اللي هو جراهام الاب قدام بوش الاب، اعلن قال ايه؟ قال ان الاسلام ليس فقط مصدر الارهاب بل انه الشيطان نفسه. نتكلم تاني؟ يبقى المشكلة مشكلة الاسلام وليست مشكلة العرب وليست مشكلة الفلسطينيين. ولهذا لما أنار الله ضمائر الساسة هناك الانطلاق نحو كتابه، وفتحوا الكتاتيب وبدأوا يخرجوا كل سنة 10,000 ووصلوا 50,000، بدأ النصر يتنزل عليه. ولهذا كما قال ربنا جل جلاله في نصر ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ما نجريش ونطلب بالإجماع زي ما قال الإمام القرطبي في معاهدة، تبقى المعاهدة مطلقة. اقروا تفسير القرطبي في أن جنحوا للسلم ومنهم من عاهد الله إلى اقروا العهود. المعاهدات المطلقة كفر، ده كلام القرطبي والله نقل الإجماع. وطلبها ردة، لأن ربنا ما أذنش لنا نروح نطلب الهدنة، إنما قال وإن جنحوا، يعني زي قال لك كفاية بقى معلش اجنح لا وتكل على الله. يجي البصار لا غفر الله له، هو اللي طلع وطلع الفتوى دي
وقال يجوز بتاع اللي هي كامب ديفيد، وقال وان جنح يا شيخ الله يخرب بيتك وانت في نار جهنم. ربنا قال وان جنحوا، احنا اللي جنح. انا لما قلت دي طبعا راحوا مسجد الجماعه الشرعي، ما راحش ان شاء الله، مدخر عند الله ان شاء الله. الغرض مفهوم كده. بيقولوا عندما ظهر الرئيس الامريكي جيمي كارتر اللي قبل كلينتون، اللي قبل اسرائيل في مارس 79 القى خمام الكنيست، وكان يعمل على اقرار معاهده الصلح بين مصر واسرائيل. قال فيه: جسد من سبق من الرؤساء الامريكيين، ده كلام كارتر، الايمان بان جعلوا علاقات الولايات المتحده مع اسرائيل هي اكثر من علاقات خاصه، انها علاقات فريده لانها متاصله في ضمير الشعب الامريكي نفسه، وفي اخلاقه، وفي دينه، وفي معتقداته. فالامر امر معتقدات، امر دين، والعقيده لا تواجه بغير عقيده. لقد اقام كلا، ده كلام كارتر، لقد اقام كلا من اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه مهاجرون رواد، ده العباره هنا زمان، ثم اننا نتقاسم معكم تراث الثورات. ده كلام مين؟ القس اللي صار رئيس امريكا كارتر. معايا بقى؟ نيجي بقى لمراحل التنفيذ. ايه بتفرش بس يعني مش لسه بدري. ماشي. المجموعه دي اللي لها كم محطه واكثر من اللي بيتبعها اكثر من 9 ملايين عائله، والثانيه بيتبعها 19% من الامريكيين. بيقول بقى هذه المجموعه الاعلاميه والرئاسيه تؤمن، هذه المجموعه البارزه تؤمن بان اراده الله متمثله بقيام اسرائيل، وان الله يساعد من يساعد اسرائيل، الله يساعد من يساعد اسرائيل ويعادي من يعاديها. الكلام ده بيقولوا في امريكا، وجه جمال عبد الناصر قال ايه؟ نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. دول بيسلموا من يسالم اسرائيل ويعادي من يعادي اسرائيل. ده كبار الساسه والقساوسه من متاسسوا مش 400 ايه وابصر ايه، بيؤمنوا والايمان عقيده راسخه في القلب بيصدر عنها كل الاعمال. ده حقيقه الايمان، عقيده راسخه يصدر عنها كل الاعمال. يؤمنون بان اراده الله متمثله بقيام اسرائيل، وان الله يساعد من يساعد اسرائيل ويعادي من يعاديه. لهذا ترامب بيعمل ليه؟ لان اللي بيعمله ده بياخد ثواب. لا وبخت من وفق راسين، لا دي في الحرام. معايا؟ في الحلال ده عندنا احنا. بيقول بقى وهذا